القصة اللي معانا دلوقتي 2 اختلفوا، الزوج تزوج من أخرى وأنجبوا ولد، وبقت قضايا في رجالة كده لما ما يعيشوش مع أولادهم بدل مش عايشين معاهم ما يصرفوش عليهم، يقولك بدل ما بستمتعش بوجوده معايا أنا أصرف عليه ليه؟ هي أمه واخداه هي تصرف عليه. وأنا بقف مع الراجل ده في حاجة واحدة، مش إنه ما يصرفش، هو هما بياخدوها إنه ما يصرفوش على الولاد عشان بيعاقبوا الست إنها خربت البيت أو إنها طلبت الطلاق. ده غلط، وإنك تطلبي الطلاق غلط، وإنك تدمري بيتك غلط. يعني في الحالة دي هي شكت إن هناك علاقة بينه وبنت خالته فاتطلقت، والدليل على إنها يعني ان هي صح. يعني احنا ما بنقولش اسامي حد ولا اي حاجه يعني انتوا مش عارفين احنا بنتكلم عن مين، ان هو اتجوز بنت خالته دي بعديها. طب ولو كنتي صبرتي وسامحتي وكانت نزوه وكنتي حافظتي على بيتك، مش يمكن كان يبقى معاكي؟ اصل هو ما سابكيش، مش هو اللي سابك، ولو كان عايز يسيبك كان سابك، لو كان عايز يسيبك كان سابك. وهو غلط ان هو دلوقتي عشان مش قاعد مع ابنه ما بيصرفش عليه وبيسأل عليه كل فين وفين. من فضلكم اتخانقتوا، اتطلقتوا، انفصلتوا، عملتوا اي حاجة، بلاش الولاد، بلاش الولاد، وبلاش الطلاق. بلاش الطلاق الاول وبلاش الولاد. لو لازم الطلاق يعني خلاص اخر الدنيا، يبقى بلاش الولاد. تعالوا نشوف مع بعض. قولي لي بقى ايه الحكايه؟ الحكاية أنا كنت اتجوزت وقعدت في بيتي طبيعي جدا. جه حصلت مامته كانت عايشة معايا، كنت بحاول على قد ما أقدر أرضيها يعني بما يرضي الله. حصلت بقى مشاكل عائلية العادية اللي بتحصل دي، بس جت بقى بنت خالته، ليه بنت خالته مطلقة، قعدت بقى تتكلم معاه في التليفون وتهتم بيه، وأنا الست الوحشة وهي اللي هتديله. أغرته بحاجات كتير قوي، فابتدى بقى يتجنبني. يعني انا كنت حامل في اياد، كانت بتتصل بيا تشتمني، بتهددني، لان انا كنت بقعد اقول له هي عايزه مني ايه. طب خلاص انا موافقه اتجوزها، ولكن يعني راعي ربنا فيا وخليها تبطل تشتم فيا. يعني ما كنتش اقدر ارد عليها الشتيمه بشتيمه او اغلط، ما بعرفش. بس مره واحده لقيته جه قال لي انا رايح، عندي شغل. هو كان شغال في شركة، عند شغل مدير الشركة عايزني أروح أقف مع عمال في الفيلا بتاعته عشان بنته جاية من السعودية وكده وبتاع. تمام. أنا ما يعني كست ببقى حاسة بجوزي لا في حاجة مش طبيعية. وقعدت 3 أيام رحت عند ماما، وهو قام بكلمه في أوقات صعب إن هو يبقى نايم فيها، لو الساعة 10 ده ما بينامش أصلا. الوضع مش طبيعي. المهم اكتشفت في الاخر بعد ما جه لقيته بني ادم تاني خالص، واحد كده يعني عريس جاي من شهر العسل يعني. المهم فضلت بقى اعيط ويا ربي ادعي ربنا. انا ما قالكيش حاجه؟ ما قاليش اي حاجه،